خد طب ممكن مصر. اسالك سؤال، افضل لعيب في مصر مين دلوقتي؟ افضل لعيب في مصر بصفه عامه. بصفه عامه منتهى الصراحه. افضل لعيبه محليا ولا بره؟ محليا افضل لعيبه معظم اللعيبه اللي بتلعب في النادي الاهلي. يعني لو انت عايز تقول لك مثلا احسن سيرد باك محمد عبد المنعم، احسن حارس دلوقتي الشناوي، احسن باكات محمد هاني، احسن ديفندر حمدي فتحي، احسن مثلا مهاجم مثلا دلوقتي كهربا مثلا، حسين الشحات عالمي، بيرسي تاو رائع، علي معلول احسن باك ليفت. يعني كحاله كان ليك وجهه نظر ان صبحي والشناوي قريبين من بعض، هل في التوقيت ده فنيا قريبين؟ بص يا كابتن، الشناوي الاستقرار، المدافعين اللي قدامه محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم وعلي معلول وبتاع، المدافعين اللي قدامه، ما هو انت ما تقدرش تقارن واحد بيجي له كورتين ثلاثه وبس كورتين جامدين وبيتالق زي الشناوي، واحد بيجي له 20 كوره في الماتش. يعني صعب، الموضوع صعب، والحاله النفسيه اللي بيمر بيها نادي الزمالك والهزايم الكتيره بتجيب مشاكل، بتجيب الفوز والانتصارات. لكن انت قناعاتك دلوقتي ايه؟ محمد الشناوي نمره واحد. بالمقارنه بحمد صبحي وعواد، لا الاثنين قريبين من بعض. يعني انا يعني كان البعض يعتقد مثلا صبحي اعلى شويه في الاول، عواد شويه، لا الاثنين قريبين من بعض وممكن اي حارس فيهم يقف يعني. والمسافه بينهم قريبه جدا، عواد وصبحي. لا دلوقتي ما تقدرش، ما هو دلوقتي بص يا كابتن سيف، عشان الناس كانت الظروف بعدتها يعني. بص يا كابتن سيف، الناس كانت بتزعل. انا كنت من شويه بقول الترجي مستواه اقل من العادي وبيلعب من غير حارس. فبعض من جماهير النادي الاهلي زعلت، قال لك مش ده الترجي اللي تصدر مجموعتكم. فانا عايز افهم الناس يعني وجهه نظري. يعني الترجي لما كان بيلعبنا كان متصدر الدوري التونسي، تمام، والزمالك حتى وهو متصدر الدوري التونسي كسبه 3-1 هنا، تمام. اما الزمالك راح يلعب الترجي هناك لعب قدام 50,000 تونسي، صح ولا؟ في وجود حمدو الهوني، في وجود الشعلالي، في وجود بن عياد، وفي وجود معز بن شريفيه. انت عايز تقول التوقيت ده الفني تختلف. في التوقيت ده كان الاهلي وحش، اللي هو في دوري المجموعات كان اتغلب من صن داونز وتعادل هنا واتغلب من الهلال وصعد في الاخر و50,000 متفرج في ماتش الهلال السوداني في الاخر. لكن التوقيت ده الترجي بقى خامس في الدوري التونسي، مستواه بعيد، الاهلي بقى افضل بكتير. هو نفس السؤال بقى اللي انا بساله، في التوقيت ده المسافه بين الشناوي وصبحي قريبه ولا بعيده؟ لا بعيده طبعا. يعني انت الراجل دلوقتي بيلعب على نهائي افريقيا، متصدر الدوري وخد السوبر. ايوه، والناحيه الثانيه في مشاكل وفي هزايم وفي بتاع. لو انت صاحب قرار تقف صبحي ولا عواد؟ لا انا بشوفه في التمرين لكن الاثنين قريبين. يعني الاثنين عندهم ميزات والاثنين عندهم اخطاء. كابتن مش ليه مش هيقفوا؟ انت لو صاحب قرار توقف مين؟ والله ما لازم اشوفه في التمرين. ما انت يا كابتن حافظهم وبتشوفهم في التمرين اكتر ما بتروح البيت. كابتن سيف، انت بتحكم على اللاعب من مستواه، صح؟ فانت اللي دلوقتي الاثنين قريبين. يعني انت لو بدات بعواد او بدات بصبحي مش فارقه كتير. يعني هما الاثنين قريبين، ما تقدرش تقول واحد متفوق بصوره كبيره.